الفيلم ديال اليوم كيبدا في عصر الامبراطور شانغ من سلالة تانغ، واللي هي اكبر واقوى سلاله في الصين ديك الوقيته. ويكون الامبراطور شانغ بصيفطو ولدو ينشو اللي يكون هو القائد ديال الجيش باش يصفي لواحد المتمرد سميتو سو. ومن وصل الجيش للبلاصه يبانو لنا بزاف ديال الجثث مليوحين قدام الاسوار ديال ديك القلعه. هنا جي نعيط على واحد من ولادو وقال لي سير قول لباك يستسلم ولا نهدموا القلعه فوق راسو. بلاتي كيفاش جي نصيفطو ولدو وقال لي سير عند باك، عارفكم تلفتو، غير ركزوا معايا وتفهموا كلشي. كاين الامبراطور وكاين 4 ديال الحكام هما اللي حاكمين المناطق الاربعه، الجنوب الشمال والشرق والغرب. والامبراطور خد لكل حاكم منطقه ولدو من كان صغير ورباهم عنده في القصر بحال ولادو، وهادشي باش يبقاو ديما تابعين ليه، ولا فكر فيهم شي واحد باش يتمرد هيصفيها لولدو. ايوا نكملوا دابا. هنا الولد مشى عند با وبقى كيطلب منه باش يستسلم، ولكن القائد سو ما داعش فيه كاع. هنا الولد بغى يصفيها لراسو ولكن ما قدرش، والقائد ديالو جا عنده ولاح ليه واحد شويه ديال الموتيفاسيون وقال ليه ما تخافش راه كاملين نموتوا. وخونا تشجع وصفاها لراسو. موراها القائد ناض معصب وبدا كيخطب على الجيش ديالو: شوفوا خوكم مات بسبب متمرد سو، كون ما كانش هو كون باقي عايش معاكم. يا ودي نعس الشيطان، راك انت اللي بيعتي العشي. الجيش تا هو غادي معاه في خط عارف راسو من حتى شي واحد مشى قال ليه لا، هاي ولي تا هو قاتلو سو. ما علينا. هنا يبداو يضربوهم بالمجانيق وقدروا يطيحوا لهم الاسوار ديالهم، وهما يبداو هاجمين عليهم. ومع وصلوا داك الثقبه اللي في السور الاخرين كانوا موجودين ليهم فخوا شعلوا فيهم النار، وخواتنا هما يساهبوا بحالهم. ومع وصلوا عند القائد ديالهم بقى كيعاير فيهم وقال لهم نتوما جبناء وما كتستحقوش تكونوا في الجيش ديالي. انا واحد خونا سميتو جيفا قال لي ماشي حنا اللي انسحبنا، راه الخيول اللي كنا راكبين عليها هربات من شافت النار. وهو يشد واحد الشرويطه ولوى على العينين ديال الخيول وقال لهم الخيول ما تهربش من شي حاجه ما شافتهاش. في الجهه الاخرى خوتنا يكونوا خدامين كيسدوا الثقبه حتى دخل عليهم القائدين مع الجيش ديالو وهي تنوض بيناتهم، وفي الاخر قدروا يستوليو على المدينه وياخذوها. ولكن القائد سو كان هرب هو والعائله ديالو، ويقدروا يلحقوا به في واحد الجبل وبداو مقاتلين معاه. وهما كيتقاتلوا يضرب بالفاس ديالو في واحد الصخره ويتشقق والثلج بدا كينهار. هنا سو زرب عليه وغرس فيه السيف ديالو، ويبان لنا الدم ديالو هبط مع داك التشقق حتى وصل لواحد الوعاء سحري. وهو باغي يزيد يصفي عليه دخل ولدو وعطاه بسهم من اليد. هنايا ندار عليه وشدو من شعرو ودوز ليه راسو مع داك الفاس. وجيفا كان مضارب مع ولد سو وقدر يصفيها ليه تا هو. بنت سو ملي شافت باها وخوها مات قررت تصفيها لراسها، وفي هاد اللحظه راب عليهم الجبل ديال الثلج ويبان لنا داك الوعاء السحري شعل فيه واحد الضوء. ما دوز واحد المده تبان لنا بنت سو باقا حيه ولكن كتصرف بحال شي حيوان. هنا جاو ليها الرجال ديال لين وبغاو يصفيوها ليها، ولكن مع شافت القائد بقات غادا جيتو ومع وصلت قدامو سخفات. وفي الليل يبان لنا مريح في الغرفه ديالو كيشوف الجرحات اللي عنده حتى تخرج عنده داك البنت وتكون مربوطه بالسلسله، ومع طيح منه قطره ديال الدم تجي داك البنت وتلحسها ويولي الشكل ديال العين بحال ديال الحيوانات المفترسه. وهي تقرب عنده وقالت لي عافاك باللي باغي تولي انت هو الملك الوحيد ديال العالم كامل. وهو يقول لها انت المصير ديالك الموت بلا ما بقيت تحاولي تنجاي. قالت لي انا نقدر نعاونك توصل للهدف ديالك، ونقزات ولحساتي ديك الجرحه. ومع شدها من راسها تبان ليه الجرحه ديالو بدات كتبرا وما بقى فيها والو. والغد لي في الصباح يبانوا لينا راجعين بحالهم للعاصمه اللي فيها الامبراطور، وتما كينقصد الامبراطور وقدم لي الراس ديال الخائن سو وقال لي عندي لك واحد الهديه منه. وفي الليل يبان لنا كيحتفلوا بالنصر ومجموعين في واحد القاعه. هنا الولد المفضل ديال الامبراطور ناض وبدا كيستعرض المهارات القتاليه اللي ما عندوش، حتى لواحد اللحظه دار وقصد الامبراطور وصفاها ليه، واللي جا قدامه كيصفيها ليه تا هو. تجمعوا عليه الحراس وطوقوه وهو يقصد ديالو بغى يصفيها ليه تا هو. هنا جيفا نقص عليه وغرس فيه الموس وشدوا الخوف حيت قتل الامير، وهبط كيطلب السماحه مليان. وهو ينوض وقال ليه هو اللي قتل الامبراطور وحاول يقتلني حتى انا، وشكروا على الحمايه ديالو ليه. هنا يبان لنا واحد المجمع ديال الصحراء وكيقولوا الموت ديال شانغ يجيب واحد اللعنه وعالم الارواح الشريره يتحرر. وفي الجهه الاخرى يبانوا لنا واحد السحره الاخرين اللي كانوا في عالم اخر، وكلفوا واحد خونا ومع واحد جوج مساعدين باش يمشي للعاصمه ويعطي واحد اداه سحريه للامبراطور باش يقدروا يسدوا عالم الارواح الشريره قبل ما يخرجوا ويدمروا العالم. وجا واحد التنين وتشكل على داك الاداه، ومن قاص خونا مصات ليه الطاقه السحريه ديالو ورجعات وشارف. الغد في الصباح يبانوا لنا كيديروا المراسم باش يولي هو الامبراطور الجديد. حتى لواحد اللحظه الظلام السما والكاهن يجي عندين ويقول لي اللعنه بدات وإلا خرجوا الشياطين هيدمروا العالم. وفي الليل يكون ولدين غالي حتى يسمع واحد الصوت غريب، ومع بدا كيقلب يبان لي واحد الثعلب سحري شاد واحد البنادم وكيقصي فيه، ومع شافهم جاو ليه خرج وهرب. هنا خونا بقى تابع وضرب عليه يطلع للغرفه ديال باه، ويكون هو ولده الحقيقي اللي من دمه. وهو غادي تابع تلاقى مع جيفا وطلعوا كاملين قاصدينه، ومع دخلوا عندي الغرفه ديالو حس بهم وناض. وهو يقول لهم جايين في هذا الليل وهازين السلاح ديالكم، مالكم مزروبين حتى لهاد الدرجه باغيين تجلسوا على العرش. وين نقص ولده وقال ليه راه بانت لينا واحد الروح الشريره دخلت عندك هنا. وهو يقول لي خرج بحالك من هنا وما تعاودش ديرها مره اخرى. ويبان لنا جيفا تفكر باه اللي ما شافوش من صغره، ويكون باه في واحد الحصيده ويكون ضارب الجفاف بسبب اللعنه، وتكون جاتو دعوه منين باش يبايعوا. وخلى ولده الكبير وقال ليه الا وقعت لي شي حاجه انت هو الخليفه ديالي، وتحرك ومشى. في
في الجهه الاخرى يبان لنا الساحر وصل هو والمساعدين ديالو للعاصمه باش يتلاقاو مع يان، والمساعدين ديالو يكونوا معصبين حيت كان زحام وكانوا غادي على رجليهم وهما يقدروا يطيروا ويوصلوا عنده في دقيقه. هنا الساحر قال لهم تهدنوا وريحوا، ما خاصنا نخليو حتى شي واحد يعرف شكون حنا، وهو يقصد واحد خونا ودور معاه باش يشري ليه الطريق. انا خونا وافق قدام واحد العربه وقال لهم طلعوا نوصلكم، ومع وصلوا يلقاو راسهم في البلاصه ديال العبيد، ويكون خونا ضحك عليهم وباعهم واحد خونا على اساس انهم عبيد. هنا جاو عندهم شي رجال باش يديوهم يدمنوا على راسهم، ولكن خونا ما عاد بدا معاهم بالزلات شداتو ليه ختنا ويتلوحوا بعيد. هنا واحد الفيل تخلع وضرب واحد الرافعه ديال الخشب، ومع بداو طايحين طار ديك المساعده وجمعاتهم بواحد الثوب سحري، وطار المساعد الاخر تا هو وقطع واحد الخشبه الاجزاء. في الجهه الاخرى يبان لنا واحد الساحر مع الامبراطور وكيستعرض المهارات ديالو قدامه. هنا قال ليه كيفاش نقدر نولي بحالك، وخونا يقول لنا تدربت 1000 عام عاد تقنتها، وانت حيت خويا من سلاله سانغ خاصك غير شي 500 وشي حلاوه خفيفه معاها. هو يشدو من شعره وقال لي شوف هذاك الساحر ديال العبار، ولا عرفتي شنو سير بحالك ما بقاش باغي منك والو ولاحو. هنا يوصل عنده الساحر ويكونوا جابوه ولادو اللي تلاقاو معاه في بلاصه العبيد، ويعطي ديك الاداه ويقول لي هذه هي اللي نقدروا نوقفوا بها اللعنه، ولكن هي ما تيقهمش ودار فيهم. وهو ينقص ديك الساحر الاخر وقال لي عندهم الصح هذه الاداه الوحيده اللي تقدر تحيد اللعنه، ومن فوق هادشي تقدر تعطيك القوه ديال جميع الارواح اللي قتلتيهم. هنايا انا يعجبو الحال، والساحر قال لي جربها هي الاولى باش نتاكدوا، وبالفعل ينشد واحد الجندي وصفاها ليه، ويطير الروح ديالو مصات هذيك الاداه، وهي من كثرة ما فهم والو طاحت ليه من يدو ودردبات شدها جيانغ. هنا خونا بدا كيدير لهم السماوي باش يقدر يلهيهم ويهرب، ولكن عاقوا به ويتروا من بيناتهم. جاو الحراس بغاو يدوروهم، ولكن ناجا طير وتقسم لهم ديك الدروع ديالهم على جوج وطيحهم في الارض، ومين كانوا باغيين يسدوا عليهم ناجا شدات جيانغ ولحتو برا بداك الثوب ديالها، وهما يهرسوا الباب وتبعوه. والساحر تا هو يطير ويقصد السيد ديالو اللي يكون هو ملك الظلام، ويكون مسدود عليه من آلاف السنين، وهذيك الأداة هي اللي تقدر تحرره. هنا الساحر قال لي بلي حاولت ناخذ الأداة منهم، ولكن جيانغ عنده مساعدين أقوياء، أما هذاك الشيء علاش ما نقدرش عليه. سيد الظلام يقول لي محدك معايا ما تخافش، ويعطيه واحد الطاقة أكثر باش يقدر يواجههم. في هذه اللحظة يبان لنا بادجيفا جاي قاصد القصر، تا يسمعوا البكا ديال شي واحد وسط الغابة. هنا وقفوا ومشاو جيتو، ومع وصلوا بان لهم واحد ولد الشكل ديالو ديال شي وحش. هنا بادجيفا شدو ولواه في الرداء ديالو، وفي هذه اللحظه وصل عنده يانغ وناجا وبغاو يصفي الولد مع حد صغير، وقالوا ليه هذا الوحش اللي مشى تكبر ما نقدروش عليه ويقتل بزاف ديال الناس، ولكن هو قال لهم باللي هذا باقي غير طفل، والتربيه ديالو هي اللي تحدد واش يكون صالح ولا شرير. هنا وصل عندهم جيانغ وقال ليه عندك الحق، وامرهم باش يحيدوا، وقال ليه الطفل خاصو تربيه ومقابله خاصه، وخاصنا نصيفطوه لارض الصحراء هما اللي يعرفوا ليه. خونا وافق وعطاه ليه وسماوه ليه وعطاه المساعدين ديالو باش يديوه. هو يقول ليه ياك ما غادي للقصر. ايه علاش؟ الامبراطوريين رجل شرير وما يمكنش نخليوه يعتلي العرش ولا توقع شي مصيبه. ايه واش نديرو؟ انا بان ليا ولدو جاو هو اللي يستحق يورث العرش، الحكام الاخرين يكونوا قاصي القصر تا هما ياك. ايه هدعيهم لهنا باش نديرو الشي معاه. وفعلا تلاقاو في واحد الخربه وبداو كيخططوا باش يحيدوا من الحكم ويحطوا بلاصتو ولدو، ولكن اللي ما كانوش عارفينه هو شي فوجيا وكانوا تماك وسمعوا كل شيء، وهما يدخلوا عليهم هما والحراس ديالهم واحتاجوهم، ومن بعد يبانوا لينا معايين في القصر. ويانا يأمر الولاد باش كل واحد فيهم يوقف قدام باه، وبدا كيحرض فيهم وقال لهم اللي قتل باه الخائن يشد الحكم بلاصتو. الاول منهم زرب على باه وصفاها ليه، ثاني جبد سلاحه وما قدرش يصفيها لباه وقصدين باش يصفيها ليه، ولكن صفاوها ليه هو وباه. ثالث جبد سلاحه وما قدرش يصفيها لباه، ومي شافوا باه بحال هكاك ولا ما قتلوش يقتلوهم بجوج، جر ليه الموز ديالو وخشاه في راسو. الرابع يطيح على ركابه ويقول لهم باللي باه هو اللي كان مرأس هاد الخيانه، وهو اللي كان باغي يدير انقلاب، والموت ديالو ما خاصوش يكون ساهل وخاصنا نعدموه في الساحه ونخليوه عبره لاي واحد يحاول يتمرد مره اخرى. وداك الشيء اللي كان حطوه في الحبس على ما يوصل الصباح. في الجهه الاخرى تبان لنا مراتين دخلات عليه للحمام ولقاتو مع داجي، وكان جايه مع ولاد تصفيها الراس حيت هو قتل لي اخوها اللي كان من الحكام الربعه، ومع بغات تصفيها الراس بدات كدوي معها داجي وكتحاول تنومها بالسحر ديالها. وتبان لنا ختنا مشات معاها في الخط وهبطات تعوم معاها، ولكن في هذه اللحظه ختنا تحيد هذيك الحديده ديال الشعر وتبغي تصفيها ليها وغيغطسوا بجوج تحت الماء، وفي الاخر تخرج داجي بوحده من التحت وتكون صفاتها المراتين. هنا ولد داجي يسمع الخبر وقرر يمشي يقتل داجي، ومع دخل الغرفه ديال با وقصد داجي باش يصفيها ليه هجم عليه داك الثعلب وبداو مضاربين، وهو يشوف قصد داجي ودخل فيها وهو يعرف انها مسكونه وقصدها باش يصفيها ليها، ولكن ضربات وهربات لعندين وخونا وصل ليها وضربها بالموس، ولكن ملي تحيد الرداء يلقى الضربه جات في باه. هنا با يقول لي انت خائن باغي تقتلني، وعيط على الحراس وقال لهم شدوا الخائن، وجاو علق حالهم تما، وهو غادي هارب يتلاقى مع جيفا وهيوريه واحد البلاصه من يقدر يهرب. الغد لي في الصباح يبان لنا خو جيفا جا للقصر عند ديان وطلب منه باش يسمح لباه وتعدم بلاصتو. في الجهه الاخرى يبان لنا جيفا تابع جيانغ من اللور، وهو يشدو وكتفو دا لواحد المعبد فين كان جا وتا هو تماك، وجيانغ كيقول لهم باللي شرير داكشي علاش الثعلب انجذب ليه.
وهو ينوض ليه ولده بواحد السلاح وقال لي هذيك الشيطانه هي اللي نوماتو. هنا الراهب قال لهم عندنا وسيله واحده باش نتاكدوا، وهي نجيبوا الثعلب للمعبد ونقتلوه. وهيبان لي نايم في الزنزانه مع با جيفا وجايب ليه الماكله، وقال ليه انا حاسدك عندك جوج ولاد وقادرين يضحيوا لاجلك، ولكن انا عندي غير ولد واحد وباغي يقتلني. هنا خونا قال لي كما تدين تدان، كما عاملتي با كيعاملوك ولادك، وهو مريح معاه جبد ليه الناي ديال ولده. هنا جي قال لي واش ولدي بوكي هنا فينا هو؟ انت كتبغي ولدك بزاف وما قدرتيش تعرف على الذوق ديالو كي جاك بنين. هنا جي من كثره الصدمه هرب ليه فريخ وبغى يتسطع، وهو يبقى كيضحك، ولكن في واحد اللحظه هجم ملايين وبغى يصفيها ليه، وجاو الحراس وشدوه وقال لي انا عطيت وعد لولدك باش انني نخليك تمشي بحالك. والغد لا يبان لي نايين وداجي في المعبد وباغيين يتزوجوا. اجا بنيتي نديروا لك الرقيه نشوفوا هاد الجن على شناوي. خرج جلني ولدك. ها هو بان المسخوط، ها هو بان المسخوط. هذاك اش كدير؟ واش باغي تموت؟ شكون قال لك هي ممسوسه؟ ها هو اللي قال لي جي وزيد اجي. هاك قولي انت مخبي هنا. هي سعاده الراهب انا شاهد وشفتها بعيني مسكونه. حيد 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 بحالك، الا قتلناها نعرفوا الحقيقه. اييه ولا كانت عاديه وقتلتي نفس بريئه. الراهب هو يقول لهم بلاتي كاين حل اخر، انا عندي قلب سحري ولا قرب من الشياطين كيأذيهم، ونضحي براسي لاجل العائله الملكيه، ولكن بشرط توعدني انه الا كان فيها الثعلب غادي تقتلها وتبرأ الحكام الربعه اللي قتلتي وتسمح لجياو. انا كنواعدك. داكشي اللي كان الراهب جبد القلب ديالو وعطاه ليها تاكلو، ومع كاتو بدات كتألم وخرج من هذاك الثعلب. هنايا يتقلب عليهم وقال لهم هذا اللي كتقولوا لي الشيطان هو الوحيد اللي يقدر يعرفني شنو باغي، وعطاني كاع هادشي اللي كنملكو دابا. ونشوفوا لقطات في الماضي فين داجي تحكمات في ولد الامبراطور وخلاتو يقتل باه ويحاول يقتل انت هو. هنا ولدو بدا كيتبكى عليه وقال لي كان كيسحب ليا هي اللي محكمه فيك، ولكن انت هو الشرير الكبير. وهو يهجم عليه وين كان موجد سلاحه باش يصفيها عليه. هنا تدخل جيفا ولاحو الارض، وين امر الحراس باش يعتقلوه وقال لهم غدا يتعدم في الساحه. ودار عند جيفا وقال لي كاع المشاكل اللي كيوقعوا كنلقاك فيهم، ولا بغيتي نحيد الشك ديالي سير صفي الباك وشد الحكم بلاصتو. ويبان لينا جيفا غادي قاصد باه، ومن وصل عنده لقى كيدوي مع راسو وهرب ليه، وهو يهز الموس باش يصفيها ليه. في الجهه الاخرى يبان لينا ين كيحرق في المعبد، وداجي عاجبها الحال وبدات كتفكر في الذكريات ديالها فين كانت محبوسه ل 500 عام بسبب الامبراطور، وفقط الدم ديال السلاله الملكيه هو اللي يقدر يفك الختم. ومن طاح الدم ديال ين على داك الوعاء تحرات وقصدات الجسد ديال داجي وسكنات فيه، وقررت الساعه ديال حيت هو اللي حررها. الغد لي في الصباح يكون الاعدام ديال جياو، ويبان لنا جيفا جايب راس باه في خنشه وصل عند ين وعطاه ليه. هنا خونا فرح وقال لهم دابا ندوزو للخائن الثاني، وامر الجندي باش يقطع عليه راسو، وخونا معاه الفاس باش ينفذ الاعدام حتى يجي فيه واحد السام، ويكونوا صحاب وداروا انقلاب وبغاو ينقذوه. وما بغا يتحرك ين حكموا جيفا بموس من اللور وقال ليه تحرك تودع، وهنا تشبك بيناتهم وين لا حراس ويكون عامر غير سراب. جيفا يقول ليه اطلق جيا ولا ما يعجبك حال، ولكن ين قال ليه انت ما قاد على والو، وامر ولده الاخر باش ينفذ الاعدام. خونا اصلا كان محامل وشجاعته مزيه، طلع نيشان قسطو وصفاها ليه. وجيفا مصدوم من هادشي اللي وقع زرب عليه ين ولاحو لقدام، وهما يبداو مقاتلين مع بعضياتهم. هنا يوصلوا المساعدين ديال جيانغ ومع شافهم قال لهم قمطوه وديوه عند مجمع الصحراء، ولكن راه مات حنا ديناه اش يوقع، وكونوا غتسمعوا الهضره كون راكم دابا غاديين بيه وانتم باقي محتين معايا. قمطاتو جاب الثوب ديالها وطارت بيه لارض الصحراء، وجيفاويين باقي مقاتلين ومع كان باغي يصفيها ليه ين جيفا ضرب السيف ديالو برجلو وهي طيح واحد خشبه من الفوق وجات فيه ودردبات، ومع بغا ينوض غرس فيه جيفا السيف ولاحو من الفوق. وجيفا يبانوا لي صحابو هاربين نقز على العود ديالو وهرب معاهم، وهو هارب صيفط واحد السام داك اللي قتل جاو وصفاها ليه. بان ليه جيانغ غادي كيجري هزو لاحو موراه وعلقوا بحالهم. هنا الساحر كان جالس الفوق وحاضر اش واقع، حتى يبان ليه جيانغ هارب مع جيفا وهو يدير واحد التعويذه سحريه وهي التماثيل ديال الوحوش وهما يتبعوهم. في الجهه الاخرى جاي يدخل به العود واحد التكنه ديال ين، ومع عفو خائن بغاو يقتلوه. هنا هبط واحد الوحش هزو وداه، ويكون هو الوحش اللي لقاه صغير في الغابه. وجيفا هارب هو وصحابه يقول ليه جيانغ راه الوحوش تابعيني انا وباغيين داك الاداه السحريه، وهو ينقز الجناب ديال الغابه. وجيفا تنكر بحوايجو خلى صحابو مشاو من جهه وهو مشى من جهه اخرى، والوحوش باقيين تابعين. وحتى لواحد اللحظه واحد منهم يوحل تحت واحد الجزر ديال واحد الشجره، والثاني جاي كيجري داز عليه وطردقو. جيفا بقى هارب حتى وصل لواحد الجر، ومن شاف الوحش ما يتفكش معاه نقز الواد وتا الوحش تبعو ويدمر الوحش ويغرقوا بجوج بيهم. هنا الساحر تعصب ودار تعويذه خرج منها شي غربان وصيفطهم يقلبوا لي على جانغ. في الجهه الاخرى يبان لينا الوحش غادي طاير بجي، ومع فاق خونا وشافو قدر يتعرف عليه. في الليل يكون جيفا ملي يعجب بالواد والعود ديالو كيفيق فيه، ولكن هو كان تسالى ليه الجهد. هنا العود هبط عنده وخلاه يشدو وناض بيه، وبقى غادي بيه مرجعو للمدينه ديال باه. والغد ليه في الصباح نشوفو وصل عند باه للمدينه ودخل عنده للمجلس ديالو. ومع النهايه ديال الفيلم تبان لنا واحد اللقطه هي تكون دارجي كتقلب على ين،
وهي تمشي ودخلات عنده للبرميل اللي طاح فيه، وبدات كتلحس ليه الجرح اللي عنده باش تعالجو، ولكن يكون مات من زمان. هنا خرج منها الثعلب ووقف على غراضه بيدو، وفي هاد اللحظه ينفتح عينه ورجع من الموت. ومن مورا ما دوز 10 سنين غيبان لينا واحد القائد سميتو تشونغ راجع هو والجيش ديالو منتصر من واحد المعركه في الشمال، ويكونوا عنده بزاف ديال الوحوش في الجيش ديالو، وتبان لينا بنته حتى هي معاه في الجيش. وهنا يكون الفيلم ديالنا تسالى. نشوفكم في الجزء الثاني ديالو واللي يكون عامر اكشن ودراما. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وقولوا لي واش نديروا الجزء الثاني ديالو ولا شي ملخص اخر.